اويلي يابا شلون تبوله صارت الا فد شي رهيب، لازم تجربوها. يابا جربوا الوصفة وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. هسه بعد ما جهزت عندنا اقل شي نخليها بالثلاجة ساعة، وبعدها الف الف عافية. هنا أنا عندي كمية زينة من المعدنوس، 10 باقات، لكن الباقي شوية صغيرة مثل ما تشوفون. هسه نقصها بهذا الشكل مثل ما تشوفون، ونخليه بالسلة مالتنا حتى نغسله غسلة زينة. اهم شي تغسلوها غسلة زينة للخضرة. وهسه نقول بسم الله ونبدي نثرم المعدنوس قدر الإمكان، نثرمه ناعم، وأنصحكم تثرموه بإيدكم، يعني حاولوا مرتين ثلاثة عيدوا الثرم حتى ينعم عندكم بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسه بعد ما سوينا الكمية كلها نجيب طماطة ونفس الطريقة هم قدر الإمكان نثرمها ناعم، ونرجع نضيفها فوق المعدنوس. بعدها نجيب بصل، طبعا البصل اختياري، انا حطيت شي جدا بسيط يعني هم ثرمته ناعم، وراح اضيفه فوق المعدنوس. وهسه نبدي نجانس المكونات، وبعدها راح اضيف 3/4 الكاسة برغل ناعم، بس اهم شي تغسلوه وتنشفوه زين بايدكم، بعدها تضيفوه فوق الكرفس وهو تلقائيا راح يستوي، راح يمتص السوائل اللي موجودة بالكرفس وبالطماطة. وهسه راح نضيف ليمون وهاي الاشياء ويكون راح يستوي عندنا بصورة صحيحة. هسه انا راح اضيف رشة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، وهنا ضفت ليمونتين معصورة. هاي الاشياء كلها حسب رغبتكم، تقدرون تضيفون اشياء بسيطة وتذوقون الخليط وتشوفون يناسبكم، او تضيفون كمية اكثر من الليمون من الملح. وضفت زيت الزيتون وجانست المكونات. وهنا أنا آخر شي دبس الرمان ضفته ورجعت جانست المكونات. أهم شي شو تضيفون؟ تجانسون المكونات، بعدها تضيفون إن كان ملح، ليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون. وهنا صارت جاهزة عندنا مثل ما تشوفون بهذا الشكل. وراح نخلي ملاعب العيد طبعا حسب ذوقكم، كل من واللي يحب يسويه. أنا جبت ليمونة بهذا الشكل وشرائح من الطماطة، وصار الطبق جاهز عندنا، وألف ألف عافية.